قبل ما نبدأ أحداث الجزء الثالث من المسلسل ولسه ما شفتش الأجزاء اللي فاتت، روح اتفرج عليها الأول علشان تجمع كل الأحداث مع بعض، وهتلاقي الفيديوهات في صندوق وصف الفيديو. وبنكمل بعد كده وبنشوف إن يون بتشكر شيانج إنه دافع عنها، ومقدرة إنه اتضرب من يوهو، وبتطلب منه يستناها عشان تجيب له حاجة تشكره بيها. وبتسيبه فعلا وبتروح على مزرعة للفراخ، وبتكون عايزة تدخل تصطاد فرخة بنفسها عشان تطبخها لشيانج. لكن المساعدة بتاعتها بتفضل تقول لها إنها أميرة وما ينفعش تدخل بنفسها تصطاد فرخة، وده كده تقليل من قيمتها. بس يون بتقول لها إنها مبسوطة عشان هتصطاد الأكل بنفسها، وهتحس إنها قدرت تشكر شيانج على اللي عمله معاها. وفعلا بتدخل تصطاد الفرخة وبتروح عشان تطبخها وتقدمها لشيانج. ولما بتوصل وبتديها لشيانج وبتقوله إن هي اللي عملتها بنفسها، بيفتكر شيانج آخر مرة لما كان تعبان ويون عملت له شوربة وجابتها له وكان طعمها وحش جدا، وبيخاف يشربها المرة دي كمان لأنه متأكد إن طعمها هيكون وحش. لكن يون بتحرجه وبتقوله إنه لازم يشربها ويخلصها كلها، فبيضطر شيانج إنه يشرب منها وبيتأكد إن طعمها فعلا وحش جدا. ولما بتدوقها يون بتتصدم هي كمان وبتقوله إنها لخبطت المكونات وحطت حاجة غلط، وبتكون متضايقة إنها بوظت الطبخة ومعرفتش تقدم له حاجة تشكره بيها. وأثناء ما هم قاعدين بيجي لينج صديق شيوان، وبيفضل يتكلم معاهم وبيقول لهم إن شكلهم هم قاعدين مع بعض بيوضح إن في حاجة بينهم كده. لكن يوم بتتحرج وبتقوله إنه ما يقولش كده تاني، وبتسيبهم وبتمشي. وبيفضل لينج يتكلم مع شيانج وبيقول له إنه بيحب يون، لكن شيانج بيقول له إنه مش بيحبها ولا حاجة، وبيعرفه إنها أميرة وهو مجرد طالب فقير. وفي الوقت ده بنشوف والد شوان وهو قاعد مع والدة ران، وبتقول له إن خبير الفلك قال إن ولادهم هما الاتنين الأبراج بتاعتهم لايقة على بعض قوي، ولو اتجوزوا هيعيشوا حياة سعيدة مع بعض. ووالد شوان بيكون مبسوط جدا وبيقول لها إنهم لازم يكملوا الجوازة في أسرع وقت. والناحية التانية في المعهد بنشوف لينج وهو قاعد بيتكلم مع ليان وبيقول لها إنها من ساعة ما رجعت من المنطقة الجليد الدموي وشكلها متغير. ولما بتسأله يقصد إيه بإن شكلها متغير، بيقول لها إن شكلها بتحب واحد أو في حد في حياتها. وطبعا ليان بتحس بالإحراج ومش بترد عليه. وفي الوقت ده بتدخل ران وبتقول لهم إن هي وشوان اتفقوا على الجواز، وإن خبير الأبراج والفلك قال إنهم ينفع يتجوزوا والأبراج بتاعتهم هتساعدهم يعيشوا حياة سعيدة. وطبعا ليان بتتضايق لما بتسمع كده، بس بتكون مش عايزة تبين قدام حد. ولما بيقوم وراها الأمير مو وبيقول لها ما تضايقش نفسها، وبيفكرها إن شوان عمره ما بين قدام أي حد إن في حاجة بينه وبين ران، وأكيد هي بتعمل كده عشان تضايقك مش أكتر. لكن ليان بتكون حاسة إنها متضايقة وبتمشي. وفي نفس الوقت بتكون ران عمالة ترخم على يون وبتقول لها إنها بتتجوز بعلم عيلتها وهتتجوز حامل إمبراطورية بنفسه، وده هيخلي لها شأن كبير في المملكة وهيعلي المكانة بتاعتها كمان. وبتقول لها إنها تعرف ناس الاسم إنها أميرة، لكنها في الحقيقة بتحاول تحب شاب فقير مش مناسب ليها من غير ما تعرف أهلها كمان. وطبعا يوم بتعرف إنها بتقول كده عليها هي وشيانج، وبتتعصب وبتقوم تكسر الترابيزة اللي كانوا قاعدين بياكلوا عليها، وبتتحدى ران في قتال. ولينج بتفضل تقول لران ان ما ينفعش الطريقه اللي بتتكلم بيها دي، وبتعرفها ان الناس هتقول عليها وقحه. وبيكون شيانج عمال يهدي يون وبيقولها ان الكلام في الموضوع ده كتير وهو لازم يخلصه. وبيخرج شيانج وبيجمع كل طلاب المعهد وبيقول لهم ان في ناس كتيره الفتره دي بتقول كلام عليه وعلى الاميره يون، ودي حاجه مضايقاه وهو عايز يرد شرف الاميره قدام المعهد كله. عشان كده بيقول لهم انه هيعمل تعويذه الكذب، ودي تعويذه بتخلي اي انسان يدخل فيها ما ينفعش يكذب، ومهما كان السؤال اللي بيتسأل له لازم يجاوب الحقيقة. ومحدش بيكون مصدق إن شانج اتعلم التعويذة دي بسبب إنها تعتبر تعويذة صعبة ومعقدة شوية. لكنه بيفاجئهم كلهم إنه بيعمل التعويذة وبيقول لهم إنه قضى حياته كلها بيقرأ في الكتب، وكان لازم يتعلم كل التعويذ الصعبة والمعقدة. والطلاب بيقولوا لشيانج يدخل جوه الدايرة اللي عملها، وفعلا بيدخل شيانج وبنشوف إن عينه مغمضة وزي ما يكون مش قادر يتحكم في نفسه. وده بيثبت لهم إن التعويذة شغالة. وعشان يتأكدوا أكتر فواحد منهم بيسأل شيانجو بيقول له أنت معاك فلوس قد إيه في جيبك؟ فبيجاوبوا شيانجو بيقول له إن مش معاه فلوس، فبيستغربوا كلهم وبيسألوه أمال أنت عايش إزاي؟ فبيعرفهم إنه بيساعد في نظافة المعهد وبيساعد الطلاب في أداء الواجبات بتاعتهم ومذاكرتهم، وفي المقابل بياخد منهم فلوس وخدمات. وبعد اللي قاله ده بيتأكدوا كلهم إن التعويذة فعلا شغالة. وساعتها بيسأل لينج وبيقول له أنت بتحب الأميرة يون ولا لأ؟ فبيجاوب شيانج وبيقول لهم إنه بيحبها. وفي الوقت ده بيوصل المدير شياو وبيفك تعويذة وبيقول لهم إن اللي سمعوا في المعهد ده مش عايزه يتكرر تاني، وبيعرفهم إن مفيش حد يضايق حد تاني، وبيقول عليه كلام وبيمنع أي حد يتكلم في المواضيع دي.
والطلاب كلهم بيسمعوا كلامه وبيوعدوه انهم مش هيعملوا كده تاني. بعدها بيروح لينج عشان يتكلم مع شيانج وبيتمشوا هما الاتنين مع بعض، وبيسألوا لينج ايه اللي انت عملته ده. فبيستغرب شيانج لانه مش فاكر انه عمل اي حاجة. وساعتها بيقول له لينج انه اعترف قدام المعهد كله انه بيحب الاميرة يون. فبيتخض شيانج لانه ما كانش في وعيه لما سألوه، وبيحس بالإحراج لما بيعدي من جنبه مجموعة بنات وبيشاوروا عليه وبيقولوا لبعض هو ده اللي بيحب الأميرة، والناس كلها بتتكلم عليهم أكتر من الأول. والناحية التانية في بيت شوان، وبنشوف لينج لما بيروح يزور شوان وبيطمن عليه، وهناك بيتفاجئ إن في صناديق كتير قدام البيت. ولما بيسأل الحراس إيه ده بيقولوا له إن ده المهر اللي مقدمه والد شوان لران عشان يخطبها لشوان. فبيدخل لينج وبيقول لشوان على اللي لقاه بره، وشوان بيكون متضايق إن والده بياخد خطوات من غير ما يرجع له، وبيقول إنه مش هيتجوز ران مهما حصل، ولو والده عايز يتجوز يبقى يتجوز هو بنفسه، لكن مش من حقه يحكم عليه. وبسبب اللي بيحصل ده بتيجي فكرة لشوان وبيطلب من لينج وشيونج إنهم يساعدوه لحد ما ينفذها. وفعلا الاتنين بيساعدوه وبيخرجوه من الأوضة وبيخلوه يخرج بره البيت من غير ما حد يحس بيه. وساعتها بنشوف شوان وهو رايح على أوضة ليان وبيسلم عليها، وليان بتكون متضايقة منه بسبب كلام ران وبتكون فاكرة إن شوان فعلا موافق إنه يتجوزها. لكن شوان بيعرفها إنه مش موافق وعمره ما فكر في حد تاني غيرها، وبيفكرها إن هما الاتنين أساسا متجوزين وما ينفعش يتجوز حد تاني. عشان كده بيعرفها شوان إنه قرر يعلن جوازهم ده قدام المعهد والمملكة كلها. وليان بتكون خايفة وبتقول إنها مش عايزة تعرف حد دلوقتي، لكن شوان بيقولها إن مفيش وقت ولازم الناس كلها تعرف عشان محدش يفتح معاه موضوع إنه يتجوز حد تاني ده أبدا. وفي الوقت ده بيفضل لينج ينادي على شوان ويقول له إننا في سكن الطالبات وما ينفعش حد يشوفنا عشان ما يفتكرش حاجة غلط، ولازم نمشي دلوقتي وبسرعة. وفعلا بيمشوا على طول، وأول لما بيمشوا بتروح ليان تقابل المعلم بتاعها واللي بيكون متضايق منها وبيطلب منها تنزل على الأرض، وبيفضل يضرب فيها وبيقول عليها إنها فاشلة ومش عارفة تنفذ المهمة المطلوبة منها، وبيعرفها إنها سببت الإحباط ليه. لكن ليان بتوعده إنها هتنجح في المهمة وبتعرفه إنها ما نسيتش إيه المطلوب منها بالظبط. وساعتها المعلم بيقول لها إنها تستغل إعلان شوان جوازهم قدام المملكة وتطلب منه بطاقة التميز بتاعة المركز الأول عشان تكون دي المهر بتاعها، ولما بتاخدها تخلص عليه بعدها. وليان بتتصدم وبتقوله إنها مش عايزة تقتل شوان أصلا، لكن المعلم بيقول لها إن ده آخر تحذير ليها ولازم تسمع الكلام وتنجح في المهمة وتقتل شوان، لأنه حامل إمبراطورية، ولما إمبراطور التنين يتحرر هيكون شوان هو أول واحد واقف في وشنا. وطبعا ليان بتمشي من عنده وهي خايفة لأنها مش عايزة تأذي شوان لأنها بتحبه. بعدها بنروح لشيانج اللي بيكون بيتمشى في المعهد وبيتفاجئ إن يون مستنياه. وشيانج بيكون محرج جدا من يون وعايز يمشي من اتجاه تاني بعد ما اعترف إنه بيحبها قدامها وقدام المعهد كله. لكن يون بتفضل تهزر معاه وبتقول له إنها أميرة ولو سابها ومشي هيكون غلطة كبيرة. فبيخاف وبيقف مكانه وبيسأله لو كانت عايزة منه حاجة. فبتقول له إنها لما جت المدينة هنا ما اتفسحتش فيها وما عرفتش أي حاجة عنها، وهي جت من المملكة بتاعتها على المعهد على طول. عشان كده بتطلب من شيانج إنه يكون هو المرشد بتاعها ويفسحها في المدينة ويفرجها على المعالم بتاعتها. وفعلا بيخرجوا هما الاتنين وبيكونوا مبسوطين وبيجيبوا أكل وبيفضلوا يتمشوا مع بعض. وشيانج بيكون شايف يون جميلة جدا وبيحس إن جمالها زاد لما خرجوا دلوقتي مع بعض. وبيروحوا يشتروا مع بعض دبوس للشعر ليون هي اللي اختارته وعجبها. وبعد ما بيخلصوا بيروحوا على مكان عالي جدا فيه قمم جبلية، ويوم بتقف تتفرج عليه وتسأله لو رمت نفسها من هنا هينقذها ولا لأ، وبتعمل إنها هترمي نفسها. والشنج بيقول لها إنهم عايزين يرجعوا لأنه بيخاف من الأماكن العالية وما بيحبش يفضل فيها كتير. وأثناء ما هما بيتكلموا بتشوف يون جسر وبتسأل عنه، فبيقول لها شنج إن ده اسمه جسر العشاق. والأسطورة بتقول إن في واحد كان عايش على الجبل ده والبنت اللي بيحبها عايشة مع أهلها على الجبل المقابل ليه، والاتنين ما كانوش بيعرفوا يشوفوا بعض. عشان كده الشاب ده قرر إنه يعمل جسر يوصله بحبيبته ويقدر يشوفها في أي وقت. لكن لما طلب من أهل القرية بتاعته إنهم يساعدوه رفضوا وقالوا له إن مفيش عندهم دافع يخليهم يبنوا الجسر. لكن الشاب ما استسلمش وقرر إنه يعمل الجسر ده لوحده. بس المشكلة إنه مات وهو بيعمله، وأهل القرية بتاعته قرروا إنهم يكملوا الجسر ده بعد موته عشان يكون تكريم ليه طول العمر. والأسطورة بتقول إن لو اتنين بيحبوا بعض مشوا على الجسر ده واتمنوا أمنية هتتحقق. فبتسأله يون لو مشي مع بعض على الجسر ده هيتمنى إيه، فبيقول لها إنه هيخاف يمشي من على الجسر أصلا لأنه ده قديم ومتهالك وممكن يقع بيهم في أي وقت. لكن يون بتسيبه وبتروح عشان تتمشى على الجسر فعلا. والشانج بيفضل ينادي عليها وبيطلب منها إنها ترجع.
ولما ما بتسمعش كلامه بيقرر إنه يمشي وراها، والجسر فعلا بيكون قديم ومتهالك وممكن يقع بيهم في أي لحظة. وكمان يون بتتكعبل وهي ماشية وبتكون هتقع من على الجسر، فبيجري شيانج بسرعة وبيمسكها، وساعتها بتشوف يون إن شيانج كان خايف، لكن لما حس إنها في خطر قرر يساعدها وينقذها، وما فرقش معاه إحساسه بالخوف. بعدها بنروح للمعهد وبنشوف يينج وهي بتتكلم مع ليان وبتقولها إن شوان جامع كل الطلاب بتوع المعهد وبيقول لهم إنه هيعلن عن خبر مهم قدامهم. وليان بتكون متوترة ومش عايزة تروح معاها، لكن يينج بتصمم إنهم يروحوا مع بعض، وفعلا بيروحوا هما الاتنين وبيشوفوا شوان وهو واقف وكل الطلاب عمالين يسألوه هو عايز منهم إيه. وفي اللي بيقول له إنه عارف إنه أكيد هيعلن عن جوازه من ران، وران نفسها بتقول لشوان إنه أكيد هيعلن عن جوازهم. لكن شوان بيكون مش عايز يتكلم لحد لما بتوصل ليان، وبيقول لهم إن الخبر ده متعلق بليان وبيطلب منها تطلع تقف جنبه. وفعلا بتطلع تقف جنبه، وبيقول شوان لكل الطلاب إنه عايز يعلن إن في حاجة بينه وبين ليان. وفي طلاب بيفضلوا يقولوا لشوان إن مفيش حاجة بينهم ولا حاجة، وهو بس عايز يتفاخر قدام الناس. فبيضحك شوان وبيقول إنه هيخلي ليان هي اللي تعلن قدامكم كلكم. لكن ليان في الوقت ده بتكون عمالة تسمع صوت المعلم وهو بيقول لها اقتلي شوان، والصوت بيفضل يتكرر في دماغها كتير وبيكون مسيطر عليها ومش عارفة تتخلص منه. ولما بيطلب منها شوان إنها تتكلم بتكون مش قادرة تتكلم بسبب الصوت اللي مسيطر على دماغها. فبيحس شوان إن في حاجة مش مظبوطة وبيسألها لو كانت تعبانة وعايزة تروح. لكن ليان بتجمع قوتها وبتقول قدام كل الطلاب إن مفيش أي حاجة بينها وبين شوان، وإنه بس بيحاول يتفاخر قدامهم مش أكتر. وساعتها شوان بيتصدم وبيقول لها ليه بتقولي كده، وبيتكلم معاها بهدوء وبيسألها لو كانت خايفة أو متوترة ممكن يمشوا دلوقتي وبيبقوا يعلنوا في أي وقت تاني. فبتقوله إن مفيش حاجة بينهم أصلا عشان تتأجل لوقت تاني أو تتقال دلوقتي، وكل اللي هو حاسس بيه ده هو اللي حاسس بيه لوحده، إنما هي عمرها ما حبته. وطبعا شوان بيكون مصدوم ومش فاهم إيه سبب التحول المفاجئ ده. وفي الوقت ده بيوصل شيانج ومعاه الأميرة يون، والطلاب أول لما بيشوفوا شيانج بيفضلوا ينادوا عليه عشان يعمل تعويذة الصراحة ويخلي ليان تدخل جوه الدايرة ويسألوها. وساعتها بيسمع كلامهم وبيعمل فعلا التعويذة، والطلاب كلهم بيطلبوا من ليان إنها تدخل جوه التعويذة. وبيبدأوا يسألوها كام سؤال في الأول عشان يتأكدوا إن التعويذة شغالة. ولما بيسألها لينج مين أكتر واحد وسيم في الملعب من وجهة نظرها بتقول لهم الأمير مو، وده بيخلي كل الطلاب يضحكوا. بعدها بيسألها لينج لو كانت بتحب شوان ولا لأ، لكن المفاجأة إن ليان بتقول لهم إنها مش بتحبه ولا عمرها حست بحب ناحيته. فبيسألوها لو كانت توافق تتجوزه ولا لأ، لكنها بتقول لهم لأ. وبنشوف إن ليان بتضم إيديها على بعض، وده بيدل إنها عارفة تتحكم في الإجابات بتاعتها والتعويذة مش بتأثر فيها. وطبعا شوان بيكون سامع الكلام ده وهو مصدوم ومش مصدق نفسه ومش عارف يرد يقول لها إيه. وبيفضل يسألها عن اللي حصل بينهم لما كانوا في الجليد الدموي، وبيسألها ليه كانت بتعيط لما قال لها إنه هيضحي بنفسه وبيفضل محبوس، وليه كانت مهتمة بيه وعايزة تعالجه. لكنها بتقوله إنها كانت بتساعده لأنهم زمايل في المعهد مش أكتر، وكل اللي في دماغه ده وهم. وفي الوقت ده بيوصل تون وبيفك التعويذة وبيسأل عن اللي بيحصل، لكن بيوصل مرسوم ملكي من الإمبراطور واللي بيعلن فيه الضوء إن الإمبراطور وافق على الجواز بين شوان وران، وبيطلب منهم إنهم يحددوا ميعاد الجواز المناسب. لكن شوان بيكون مصدوم ومش قادر يستوعب اللي بيحصل من ليان ومش بيرد عليهم. وفي نفس اليوم بالليل بنشوف إن شوان منهار ومش قادر يتمالك أعصابه، وبيكون معاه شيونج وعمال يواسيه. ولما بيوصل تون بيتضايق من شوان وبيقوله إنه حامل إمبراطورية وما ينفعش اللي هو بيعمله ده، لكن شوان بيقوله إنه عمره ما ارتبط وحياته كلها عاشها وهو عازب، عشان كده عمره ما هيحس باللي هو فيه. وساعتها بيقول له تسون إنه حاسس باللي هو فيه بس مفيش سبب يخليه ينهار بالشكل ده. فبيقوم شوان وبيسيبه عشان يروح يقعد في مكان تاني، وبيفضل يتخيل إن ليان جاية عليه عشان تصالحه، لكنها في الحقيقة بتكون ران. وشوان بيفرح لما بيشوفها لأنه فاكرها ليان، وبيقوم يقرب منها، وليان نفسها بتكون شايفة كل الكلام ده وحاسة إنها ظلمت شوان. وبعد شوية بتروح تقف لوحدها وبيجيلها الأمير مو بيقول لها ما تزعلش، وبيفكرها إن في شعب كامل حاطط أمله فيها هي، وشايفين إن هي المنقذ اللي هتحرر إمبراطور التنين ولازم تكمل المهمة بتاعتها دي. وبيقول لها إنه عارف إن التعويذة بتاعت الصراحة ما اشتغلتش عليها لأنها من عرق كون وو، والتعويذة دي بتشتغل على البشر بس، عشان كده ما كانتش مأثرة فيها. بعدها بتروح ليان وبتقابل المعلم وبيقول لها ليه ما سمعتش كلامه وقتلت شوان. فبتقول له إن المهمة بتاعتها هتنجح من غير ما تقتل شوان لأنه شخص طيب وما يستحقش إنه يموت. ولما بتحاول تشرح للمعلم بيقول لها ما تشرحش أي حاجة ليه وما تناديهوش باسم المعلم إلا لما تخلص المهمة المطلوبة منها وهي قتل شوان.
وتاني يوم بنشوف في المعهد شوان وهو بيتكلم مع ران وبيطلب منها إنها تبعد عنه وبيقول لها إنها بنت جميلة ومن عيلة كبيرة وأي حد يتمنى إنه يتجوزها، لكن هو في الحقيقة مش مهتم بيها. بعدها بنشوف المدير شياو وهو بيتكلم مع الإمبراطور وبيقول له إن الهجوم الأخير اللي حصل من عرق كون وو ده لازم يترد عليه، وبيفكر إن الحراس عرفوا مكان المعسكر اللي قاعد فيه الناس اللي من عرق كون وو، وبيطلب من الإمبراطور إنه يروح بقوة ويطاردهم. لكن الإمبراطور بيقوله إن دي مهمة بسيطة ممكن ولي العهد يقوم بيها، وطبعا ولي العهد بيكون خايف وبيقول للإمبراطور إنه شرف ليه يروح المهمة دي بنفسه، بس الأحسن إن أخوه الصغير هو اللي يروح مكانه. فبيقوله الإمبراطور إنه هيكون هو حاكم البلاد بعده، لازم هو اللي يروح بنفسه. لكن ولي العهد بيقول له إن أخوه الصغير أكيد هيساعده في الحكم والاتنين هيكونوا مع بعض، عشان كده هو عايز يدي المهمة دي لأخوه عشان يبقى جاهز لأي حاجة. وفعلا الإمبراطور بيقتنع وبيطلب من شياو يقول للأمير الصغير، وبنشوف شياو وهو قاعد مع الأميرة لينج وبيشرح لها اللي حصل بين الإمبراطور وولي العهد. وبنتفاجئ لما بنعرف إن الأميرة لينج تبقى أخت ولي العهد، لكن المشكلة إنها مخبية على كل الناس إنها بنت وبتتعامل معاهم بصفتها الأمير لينج ولي العهد الصغير. وبنشوف إن شوان بيلعب رمي بالأسهم مع لينج صاحبه وشيونج وهو متضايق وعايز أي حاجة تخرجه من إحساس إن ليان كانت بتكذب عليه. عشان كده لما بيعرف الخبر وإن الأميرة لينج هتخرج تطارد قوات كون وو، بيقرر شوان إنه يروح بيطلب منها إنها تاخده معاها وهي رايحة تحارب كون وو. وبرضه شوان بيتعامل معاها على إنها الأمير لينج مش الأميرة، لأنها مش معرفة أي حد حقيقتها غير المساعد بتاعها بس. وبعد شوية بنشوف المساعد بتاع لينج وهو مجمع كل طلاب المعهد، وبتخرج الأميرة لينج وبتقول لهم إنهم هيتحركوا دلوقتي مع قوات من الجيش عشان يطاردوا قوات كون وو اللي عاملة معسكر في مكان قريب من المدينة ويخلصوا عليهم. وساعتها بيروح شوان وبيتكلم مع لينج وبيقول لها انه طلب منها قبل كده تعرفوا الخطة ويخرجوا مع بعض، فبتقوله انها مرضيتش تقوله من بدري عشان كانت خايفة ان ممكن الخطة تتسرب. فبيسألها اذا كانت بتشك فيه، لكنها بتقوله انها بتشك في ليان ولحد دلوقتي شاكة انها مش بشر وانها من عرق كون وو. لكن شوان بيقولها ان اللي بتفكر فيه ده مستحيل، وبيعرفها انه لو فكرت تأذي ليان هو اللي هيقف قدامها ويمنعها. وقبل ما يتحركوا بيتجمع كل القوات قدام المعهد عشان يتحركوا مع بعض، لكن ليان بتكون مش عايزة تروح معاهم. لكن مون بيمنعها وبيقولها انه ما ينفعش حد يحس باللي هي عايزة تعمله ده، لانها ممكن تبوظ كل حاجة ويعرفوا حقيقتها دلوقتي. وبيعرفها انهم لازم يروحوا معاهم عشان محدش يشك فيهم. وفعلا بيتحركوا كلهم وبنشوف العقيد يوني وهو قاعد مع سكان في الخيم بتاعتهم، وفجأة بيتضربوا بالأسهم من جيش البشر بقيادة الأمير لينج، وبيهجموا عليهم بسرعة وبيخلصوا على عدد كبير منهم كمان. وليان بتكون مش قادرة تستحمل وعايزة تتدخل وتساعد شعب كون وو، خصوصا ان في منهم ستات واطفال مش قادرين يحاربوا. لكن مو بيعرفها انها ممكن تعمل كده وتنقذ الناس دي، بس ساعتها هتكون خسرت باقي الشعب اللي مستنية تحرر الامبراطور. وبيقول لها انها لازم تفكر قبل ما تاخد خطوة زي دي وتدمر كل حاجة عملتها لحد دلوقتي. وفي الوقت ده بنشوف العقيد يوني وهو بيحارب لوحده قدام الجيش كله، وبيكون قادر انه يضرب ويقتل عدد كبير من جيش البشر. لكن الأميرة لينج في الآخر بتهجم عليه وبيقدروا إنهم يمسكوه وبياخدوه معاهم على المعهد. وبعد شوية في المعهد بنشوف إن الطلاب مقسومين نصين، في منهم لينج اللي بيقول إن كون وو يستاهلوا اللي حصل فيهم، وفي يون اللي بتقول إن اللي حصل ده ما كانش ينفع يحصل لأنهم مش جيش، دول كانوا سكان ومنهم أطفال وستات كتير. وأثناء ما هما بيتكلموا بتكون ليان بتتكلم مع مو وبتقول له إنها لازم تنقذ يوني لأنه من أهم قادة الجيش. فبيديها مو نبات سحر بيقول ان النبات ده هيساعدها وهيخلي الحراس تنام، وبيعرفها ان اهم حاجه انها تخرج سليمه ولو حست باي خطر تهرب على طول. وليان بتشكره وبتتحرك بسرعه على الخيمه اللي محبوس فيها يوني، وبتستخدم النبات السحري وبتقدر تنيم الحراس كلهم، وبتدخل على الخيمه. وساعتها بيتفاجئ يوني لما بيشوفها وبيقول لها تهرب وما تهتمش بيه. لكن ليان بتقوله انها مش هتسيبه وهتخرجه من هنا، وبتخرج سيف سحري عشان تكسر السلاسل اللي هو مربوط بيها. بس يوني بيكون متعصب وعمال يقول لها انت الامل الاخير لشعبنا، لكن انا لو مت هيجي مكاني حد تاني، انما انت لو اتكشفتي فالامل الوحيد عندنا يبقى ضاع. وفي الوقت اللي هما بيتكلموا فيه ده بيتفاجئوا ان الحراس بيتحركوا على الخيمه بتاعتهم ومعاهم الامير لينج وكل القاده التانيين وطلبه المعهد. فبيطلب منهم يوني انها تهرب بسرعه، لكن ليان بتكون مصممة إنها تنقذه قبل ما تمشي وبتقوله إنه مش هتسيبه، وبتحرك السيف بتاعها عشان تكسر السلاسل. لكن يوني بتحرك حركة مفاجئة وبيخلي السيف يجي فيه هو. وفي الوقت ده بتدخل لينج ومعاها طلاب المعهد وبيشوف يوني وهو واقع على الأرض وبيموت.
ولينج بتسأل ليان هي بتعمل ايه هنا وليه الحراس اللي بره واقعين كده. لكن وقتها يوني بيتكلم مع ليان وبيقول لها انت كده خلاص انتقمتي لعيلتك وبيموت. وساعتها ليان بتعيط وبتقول لهم ان الراجل ده هو اللي قتل عيلتي وكان لازم انتقم منه، وطبعا بتقول كده عشان محدش يعرف الحقيقة. ولينج بتكون مش مصدقة وبتسأل شوان بصفته حامل إمبراطورية إيه رأيه في الموضوع ده. لكن شوان بيقول لها إن مفيش عندهم دليل إنها عملت حاجة في الحراس أو كان عندها نية إنها تهربه. وساعتها بتقتنع لينج وبتطلب منهم يروحوا كلهم يقعدوا في المعسكر، لأنها طلبت من قائد الجيش يعمل لهم وليمة عشان يحتفلوا بالانتصار اللي حققوه. بس ليان مش بتروح معاهم وبتقول إنها عايزة تقعد لوحدها شوية. ولما بتخرج بتفضل تعيط وبتفتكر العقيد يوني اللي ضحى بنفسه عشان يخليها عايشة وتحرر إمبراطور التنين. وفي نفس اليوم ده بالليل بتبدأ ليان تنفذ الخطة بتاعتها وبتلبس قناع على وشها عشان محدش يعرف هي مين. وبتروح على بيت شوان وبتدخل، والمرة دي بتنجح إنها تسرق منه بطاقة التميز. وساعتها بتسمع صوت المعلم في ودانها وهو عمال يقول لها اقتليه اقتليه. لكن ليان بتحاول إنها تقاوم الصوت ده لكنها مش بتقدر، وبتخرج السكينة بتاعتها وبتبص عليه عشان تقتله. وساعتها بتسمع شوان وهو بيخرف وهو نايم وعمال ينادي عليها وبيقول لها انها وحشته، فبتقرر انها تسيبه وتمشي. واول لما بتخرج من الباب بتتفاجئ ان شيونج شايفها وبيجري بسرعه عشان يضربها وبيعرف كانت بتعمل ايه جوه. لكن ليان بتكون سريعه جدا وبيحاول شيونج انه يضربها وبيستخدم الاسلحه بتاعته وهي كمان بتستخدم الاسلحه بتاعتها والتعاويذ السحريه، وبتحصل معركه قويه بينهم هما الاتنين ومحدش بيقدر ينتصر على التاني في النهايه. لكن بيجي الامير مو بيقدر انه ياخد ليان وبيهربها من المكان ده، وبيقف يتكلم معاها عن المهمة بتاعتها وإن دلوقتي ما بقاش في أي حاجة تمنعها إنها تحرر إمبراطور التنين وتقدر تروح دلوقتي، لأن تسون في القصر قدامه شوية على ما يجي. وفعلا بتروح ليان وبتفتح البوابة السرية وتستخدم بطاقة التميز وبتقدر إنها تدخل جواها. لكن لما بتدخل بتلاقي المكان واسع جدا وبتكون مش عارفة تعمل إيه ولا تتحرك إزاي، خصوصا إن في حلقات عملاقة بتدور بشكل قوي ممكن تأذيها. لكنها بتاخد بالها من سيف مغروس في الأرض، ولما بتروح تشيله مش بتعرف تحركه من مكانه، وبيكون السيف ثابت في الأرض ومهما حاولت مش بتعرف. ولما بتبص عليه بتلاقي مكتوب كلمة حامل إمبراطورية، فبتعرف إن حامل إمبراطورية هو الشخص الوحيد اللي يقدر يشيل السيف ده من مكانه. وساعتها بتقرر إنها تخرج من الأوضة بسرعة. وفي الوقت ده بيكون سون لسه راجع من بره وبيقرب على الباب بتاع البيت بتاعه، وبتكون ليان خرجت وقفلت باب الغرفة السرية وراها. وأول لما بتخرج بره بيكون سون قرب عليها، لكن بيجي الأمير مو وبياخدها وبيهربوا هما الاتنين بسرعة. وساعتها ليان بتشكره على كل حاجة عملها معاها، وبتقوله إن لازم شوان بنفسه هو اللي يسحب السيف، فبيطلب منها مو تديله البطاقة وهو هيحاول يتصرف. وتاني يوم بنشوف شوان لما بيصحى من النوم وبيتفاجئ إن بطاقة التميز مش معاه، وبيفضل يدور عليها في كل مكان. وبيجي شونج بيقوله إن في واحد وواحدة كان بيقاتلهم امبارح وهو معرفش يحدد هما مين، لكنه شاكك إن البنت تبقى ليان. وطبعا شوان بيكون مش مصدق وبيقوله إن ليان ما تعملش كده أبدا، لكنه عشان يتأكد بيروح يقابلها وبيطلب منها تجيب البطاقة وبيقول لها إنها لو كانت عايزاها قوي كده كانت طلبتها منه وهو كان اداها لها. وبيبدأ شوان يسألها عن علاقتها بالأمير مو، بيقول لها إنهم بقوا قريبين من بعض الفترة دي وهو متضايق من الموضوع ده، وبيفكرها إنهم لسه متجوزين لحد دلوقتي من وقت ما كانوا في الجليد الدموي. لكن ليان بتقوله إن مفيش حاجة حصلت بينهم، فبيحاول شوان إنه يفكرها بكل اللي حصل لما كانوا في الجليد الدموي. لكنها بتقوله إنها مش بتحبه وبتمشي. بعدها بيجي شيانج وبيدي بطاقة التميز لشوان، وشوان بيكون مستغرب وبيسأله إيه اللي جاب البطاقة معاك. فبيقول له شيانج انه مش عارف وانه صح لقاها في الشنطة بتاعته، وممكن يكون عمل كده امبارح وهو نايم من غير ما يقصد لانه بيمشي وهو نايم. فبيقول له شوان يبعد عن حاجات وما يقربش منه تاني، لان المرة اللي جاية مش هيفرق معاه اذا كان نايم ولا لأ، وهيكون رد فعله عنيف جدا. بعدها بنروح للأميرة لينج وهي ماشية مع المساعد بتاعها، وبيجي مبعوث من ولي العهد بيقول لها إن ولي العهد عازمها على وليمة في القصر الشرقي عشان يكرمها على اللي حصل في الحرب. وطبعا ولي العهد كل ده بيتعامل معاها على إنها ولد وإنها الأمير لينج مش الأميرة لينج. وساعتها المساعد بيرد على المبعوث بتاع ولي العهد وبيقول له إن الأمير مصاب من الحرب ومش هيقدر يحضر وليمة. لكنه بيرد عليه وبيقول له إن دي دعوة رسمية من ولي العهد في القصر الشرقي وما ينفعش إن حد يرفضها. فبترد لينج في الوقت ده وبتقول للمساعد بتاعها انهم هيروحوا عشان يشوفوا ولي العهد عايز ايه. وفعلا بيروحوا هما الاتنين وبيدخلوا يقعدوا، وبيكون في ترابيزة عليها اكل كتير. والناحية التانية بيروح المبعوث لولي العهد وبيقول له ان الامير لينج والمساعد بتاعه قاعدين في القصر الشرقي ومستنيين. فبيقول له ولي العهد يخليهم في القصر الشرقي عشان يعرف هيقعدوا لحد امتى، وبتكون نيته انه يسيبهم اطول فترة ممكنة.
وبعد شوية بيحس المساعد بتاع لينج إن في حاجة مش مظبوطة، وده بسبب إن بقالهم كتير قاعدين مكانهم ومفيش أي حاجة حصلت، وولي العهد ما جاش لحد دلوقتي، فبيطلب من الأميرة إنهم يمشوا. وفعلا الأميرة بتوافق وبيستعدوا هما الاتنين عشان يقوموا يمشوا، لكنهم بيتفاجئوا إن الحراس بيمنعوهم وبيقولوا لهم إن محدش هيمشي إلا لما ولي العهد يؤمر بكده. وساعتها المساعد بتاع لينج بيتضايق وبيقول لهم إنهم كده حابسينهم وهو مش هيسمح إن حد يأذي الأمير لينج، وبيقرروا إنهم يخرجوا بالقوة. وفعلا بيخرجوا وبيتفاجئوا بعدد كبير من الحراس محاصر القصر ومانعهم إنهم يمشوا. وفي الوقت ده بيوصل ولي العهد وبيتكلم مع الأميرة لينج وبيقول لها إنها أخدت منه الشهرة والمجد، والناس كلها شايفة إنها بطلة حرب وإنها هي اللي قبضت على شعب كون وو اللي هربوا. وبيعرفها إنها كان لازم تسمع الكلام وتفضل قاعدة في القصر لحد لما هو يؤمر إنها تخرج لأن ده عصيان لولي العهد. وبيقول للحراس بتوعه إنهم بيتمردوا على الإمبراطورية والأحكام الملكية ولازم يموتوا هما الاتنين. وفعلا بيستعد الحراس انهم يهجموا عليهم، لكن المساعد بتاع لينج بيطير لفوق وبينزل وبيضرب ضربة قوية جدا في الارض بتوقع كل الحراس وبتوقع ولي العهد هو كمان. وساعتها بياخد الأميرة وبيهرب بسرعة ومحدش بيلحقهم، وولي العهد بيفضل يزعل الحراس كلهم وبيقول عليهم فاشلين، وبيقول لهم انتوا اتهزمتوا على ايد اتنين بس. وبعد شوية بنشوف لينج لما بترجع البيت بتاعها والمساعد بيفضل يقول لها ان لسه تحافظ على السرية بتاعتها، ولو ولي العهد عرف إنها بنت مش ولد هيستغل ده لمصلحته وهياخد منها صلاحيات كتير، وهيقول الإمبراطور يبعدها عن كل المناصب الرسمية. والناحية التانية بنشوف شوان وهو قاعد بيعزف وبيكون زعلان على اللي حصل من ليان، وساعتها بيقرر إنه يروح يزور لينج عشان يطلب منها خدمة. لكن لما بيوصل بيتهيأله إنه شايف بنت من ورا الإزاز، فبيدخل بسرعة يخبط على لينج وبيكون فاكر إن معاه بنت في الأوضة بتاعته. ولما بيدخل بتكون لينج لوحدها وطبعا بيكون فاكر انها ولد عادي، وبيفضل يدور ويقول لها فين البنت اللي كانت هنا، لكنه في الاخر مش بيلاقي حاجة. وفي نفس الوقت ده لينج بتكون تعبانة بسبب الحرب والإصابة اللي اتعرضت ليها ولسه ما خفتش بشكل كامل، عشان كده بتتعب وبتقع على الأرض، وشوان بيشيلها وبيقعدها على السرير وبيفضل يعمل لها كمادات وبيفضل جنبها لحد الصبح. وأول لما لينج بتفوق بتشوف شوان جنبها وبتسأله هو بيعمل إيه هنا، فبيقول لها إنها تعبت امبارح وهو كان جنبها عشان لو حصل حاجة، وبيعرفها إنه جاي لها عشان تتكلم مع الإمبراطور وتخليه يلغي القرار بتاعه بإنه يتجوز من ران. فبتقوله إنها مستعدة تعمل كده لكن لازم يكون في مقابل، وبتعرفه إن عيد ميلادها النهاردة وعايزاه يعمل لها عيد ميلاد كبير لأن محدش بيحتفل بيه خالص. وهي في المقابل هتتكلم مع الإمبراطور في القرار بتاعه، وفعلا شوان بيوافق وبيتفقوا إنه يعمل لها عيد ميلاد وهي تكلم الإمبراطور. وعلى طول بيتحرك شوان وبيبدأ يجهز عيد الميلاد وبيتفق مع لينج صديقه إنه يساعده. وبعد شوية بيكون شوان ولينج صديقه قدروا يجمعوا مصابيح مضيئة كتير، ولينج بيقوله إنه عمل لهم برنامج وزيارة خارج المدينة عشان يغيروا جو. وبيشوف شوان إنه من ضمن البرنامج ده هيكون في زيارة لمكان قريب من شخص هو بيدور عليه من زمان، والشخص ده اسمه باي شياو، وهو اللي هيقدر يقول له معلومات عن أمه ويعرفه كل حاجة عنها. وفي الوقت ده بتيجي ليان وبتشوف الاحتفالات والمصابيح اللي بيجهزها شوان، وبتكون فاكرة إنه بيعمل كده عشان يجهز لجوازه من ران. لكن لينج بيتكلم معاها وبيعرفها إنه بيجهز عيد ميلاد الأمير لينج والموضوع ملوش علاقة بران. وبيتكلم لينج مع ليان وبيقولها إن والدة شوان وراها سر كبير ومحدش عايز يقول له على السر ده، وهو نفسه يعرف معلومات عنها أو يعرف ماتت إزاي، وبيطلب منها إن الموضوع ده يكون سر بينهم هما الاتنين. بعدها بيروح لينج على المعهد وبيقابل شيانج وبيدخل يتكلم معاه ويسأله عن يون وبيسأله إذا كان بيحبها ولا لأ. وشيانج بيقول له إنه بيحبها فعلا بس المشكلة إن هي أميرة وهو فقير وأكيد مش هتبص لواحد زيه. لكن لينج بيقول له إن كل المعهد واخد باله إن يون معجبة بيه، وبيعرفه إن البنات كلها بتفكر بنفس الطريقة وبتحب نفس الحاجات. وبيقول له لو عايزها تحبك وتتأكد من كده يبقى لازم تخرجها وتشتري لها حاجات وانت اللي تدفع تمنها وتقعدها في مكان رومانسي فيه شموع. والناحية التانية بتكون الأميرة لينج بتستعد عشان تخرج مع شوان، والمساعد بتاعها بيقول لها إن الناس كلها مستغربة من شوان النهاردة لأنه اشترى مصابيح كتير وزي ما يكون بيجهز حفلة. لكن لينج مش بترضى تقوله الحقيقة وبتقوله ما يقلقش عليها. ولما بتيجي تخرج مع شوان بيقول لها إنه هيجي معاها عشان يأمنها، لكنه بتطلب منه يسيبهم لوحدهم وبيفضل هو هنا في المعهد عشان لما ترجع تلاقيه. وفعلا بيخرج شوان ولينج وبيبدأوا رحلتهم في المدينة. بعدها بيتحركوا هما الاتنين عشان يخرجوا من المدينة ويكملوا باقي البرنامج، لكن عند البوابة بتكون لسه صور شوان متعلقة في كل مكان، والحراس بيرفضوا انه يخرج من المدينة وبيقولوا ان دي تعليمات السيد تسون وهو اللي قال ان شوان ما يخرجش من المدينة مهما حصل. لكن لينج بتقول لهم انه خارج معاها هي وهما ما ينفعش يرفضوا طلب لولاد الامبراطور يعني.
وساعتها الحراس بيكونوا مش عارفين يعملوا ايه لكنهم بيوافقوا انهم يخرجوا. وشوان بيكون مش مصدق نفسه انه اخيرا خرج من المدينة بعد كل المحاولات اللي حاولها دي. وبيدخلوا مكان بيتعمل فيه مزادات على قطع أثرية وحاجات غالية، وبيكون شوان معجب بسيف وبيقول لينج يشتروه لكن لينج بترفض. ولما بيجي الدور على حزام بيقول للشخص اللي بيبيع ان الحزام ده من شعب كون وو، وصاحبته كانت قديسة ماتت في الحرب على ايد السيد سون. وساعتها لينج بتقول لشوان انها عايزة تشتري الحزام ده، فبيقول لها شوان ان ده حزام بناتي واكيد احنا الاتنين محدش فينا هيلبسه. لكنها بتقول له انها بتحب تحتفظ بالحاجات دي وبتطلب منه يشتريه. وفعلا بيدخل شوان المزاد وبيقدر يشتري الحزام في الاخر. وبعد شوية بيخرجوا هما الاتنين وشوان بيقول لها انه هيزور واحد قريب من المكان اللي هما فيه ده، وبيطلب منها تستناه. وساعتها بيدخل شوان يزور باي شياو اللي كان بيدور عليه طول السنين اللي فاتت دي، وبيقول له انت عندك معلومات كتير واكيد تعرف مين هي امي وماتت ازاي. فبيقول له باي انه فعلا يعرف عنها حاجات كتير لكنه مش هيقدر يقول له على اي حاجة منهم دلوقتي. لكن شوان بيفضل يتحايل عليه وبيقول له انه لازم يعرف اي حاجة عن امه لانه مش عارف هيقدر يخرج من المدينة تاني امتى. وساعتها بيقول له باي انه هيقدر يدله على الطريق اللي يمشي فيه وهو يعرف المعلومات بنفسه. وبيعرفه ان في اوضة سرية في اوضة تسون بتفتح ببطاقة التميز بتاعة المركز الاول بس. ولما تدخل الأوضة دي هتلاقي في سيف موجود مكتوب عليه حامل إمبراطورية، ولو قدرت تسحب السيف ده من مكانه هتقدر تعرف كل حاجة عن أمك. وشوان بيشكره وبيخرج وهو فرحان جدا. وبنتفاجئ أول لما شوان بيمشي وبنشوف ليان والأمير مو وهم بيتكلموا مع باي إنه كده عمل الدور بتاعه زي ما هم عايزين بالظبط. والأمير مو بيديله علبة وبيقول له إن ده علاج للمرض اللي عنده ومش موجود غير في مملكة شاه اللي مو يبقى الأمير بتاعها، وده تمن الدور اللي هو مثله على شوان. والناحية التانية بنشوف شيانج وهو خارج مع يون في المدينة وبياكلوا مع بعض، وشيانج بيفضل يقول لها كل شوية انه عايز يقول لها على حاجة، لكنه في اللحظة الأخيرة بيتوتر وبيقول لها انه جعان وعايز يطلب طبق تاني، وبيفضل يطلب في الأكل لحد لما بيتعب وبيقوم من غير ما يقول لها كل حاجة. بعدها بيتمشوا هما الاتنين مع بعض وبيسألها إذا كانت بتحب الصواريخ والألعاب النارية ولا لأ. ولما بتقوله إنها بتحبها وكانت متعودة تلعب بيهم في المملكة بتاعتهم، بيقرر شيانج إنه يشتري لها ألعاب نارية بكل الفلوس اللي معاه. ويوم بتكون مستغربة إنه صرف كل الفلوس اللي معاه على الصواريخ بتاعتها، وبتقوله إن دي مصاريف الأكل بتاعت طول الشهر. لكن شيانج بيقول لها إنه مش فارق معاه والمهم عنده إنها تكون مبسوطة. وبيرجعوا هما الاتنين على المدينة في نفس الوقت اللي بيكون شوان ولينج لسه راجعين، ولينج بيفرجها على الصواريخ والألعاب النارية اللي كان محضرها لها مفاجأة. والأميرة لينج بتكون مبسوطة جدا وبتقول إن أول مرة حد يعمل معاها حاجة زي كده. بعدها بيروحوا هما الاتنين على فندق صغير عشان ياكلوا ويكملوا السهرة بتاعتهم هناك. وبيتفاجئوا لما بيدخلوا بيلاقوا مو وليان قاعدين مع بعض، فبيقرر شوان إنه يقعد معاهم وبينادي على لينج تيجي هي كمان تقعد معاهم. ولينج بتقوله إنها مش عايزة تقعد هنا لكن شوان بيكون مصمم. وساعتها ليان بتقول لهم إنها هتقوم عشان ترجع المعهد لأن الوقت اتأخر. ومو بيقرر إنه يقوم يوصلها عشان ما تمشيش لوحدها. وبيفضل شوان يتكلم مع لينج وبيقول لها انه عمل حاجات كتير عشان خاطر ليان وانه بيحبها جدا وما كانش يتخيل انها ممكن تعمل فيه كده. وبيعرفها انه تخلى عن قدرته على الشفاء الذاتي عشان ينقذها لما كانوا في الجليد الدموي. ولما بتسأله ليه عمل كده وازاي تخلى عن اهم قدرة عنده، بيقول لها انه الحكيم ما كانش هيرضى يخرجنا من غير ما تنازل ليه عن قدرة الشفاء الذاتي. لكنه بيطلب منها ما تقولش اي حاجة لليان. واثناء ما هما بيتكلموا بيقول شوان للينج انه شايفها بنت مش ولد، لكن لينج بتقوله انه اكيد مش في وعيه، وبتعرفه انها هتمشي وترجع على المعهد. وبعد ما بتمشي بيفضل شوان قاعد شوية وبعدين بيخرج وبيفضل يعزف وهو زعلان وبيفتكر كل اللي حصل بينه وبين ليان. وليان هي كمان بتفتكر نفسها لما كانت صغيرة وبتفضل بص على شوان. لكن في الوقت ده بيكون شوان تعبان جدا ومسؤول الفندق بيطلب منه يساعده انه يطلع على اوضته. وساعتها ليان بتقرر انها تروح تساعد شوان لكنه بيكون مش حاسس بيها. ولما بيدخل اوضته بتروح وبتفضل قاعده جنبه وبتعمل له كمادات عشان تتاكد انه بقى كويس. وساعتها بيفوق شوان شويه وبيفضل يتكلم معاها وبيقول لها انه بيحبها ومش عايز يبعد عنها ابدا. وتاني يوم الصبح بيقوم شوان وبيكون مش عارف لما شاف ليان ده كده حلم ولا كان حقيقة، لكنه بيعرف انه كان حقيقة لما بيلاقي الفوطة اللي كانت بتعمل له بيها الكمادات. وبعد شوية بنشوف لينج صديق شوان ومعاه شيونج والاتنين بيكونوا رايحين لتسون، وبيقولوا له ان شوان خرج هو والامير لينج عشان يحتفلوا بعيد ميلاد الامير، وقابلوا مجموعة من شعب كون وو ولحد دلوقتي ما رجعوش.
وبيعرفوه إنهم في خطر وهو لازم يساعدهم بسرعة. وفعلا تسون بيقول لهم إنه هيجي معاهم عشان يروح ينقذ شوان، وبيكون واضح عليه إنه قلقان جدا، وبياخد معاه شيونج وبيمشوا. لكن في الوقت ده لينج بينادي على شوان عشان يدخل الأوضة السرية اللي عند تسون، وفعلا بيقدر شوان إنه يدخل الأوضة وبيفتح البوابة وبيستخدم الكارت بتاعه عشان يفتح الغرفة السرية اللي فيها. وبيكون ليان والأمير مو واقفين على سطح واحد من البيوت وبيراقبوا وعارفين إن شوان دخل الغرفة. والأمير مو بيطلب من ليان إنها تتحرك وبيقول لها تخلي بالها على نفسها، ولو حست بأي خطر تهرب بسرعة. بعدها بنشوف شوان لما بيدخل الغرفة بيكون مش عارف يعمل إيه، وبيشوف الأقراص الدوارة الكبيرة وبيحاول يعدي منها لكنه مش بيعرف. وساعتها بياخد باله من السيف اللي مكتوب عليه حامل إمبراطورية، وبيقول إن السيف ده بتاع كل اللي خدوا لقب حامل إمبراطورية في كل العصور، وهو لازم يشيله من مكانه عشان يعرف معلومات عن أمه. لكن قبل ما يشيله بيتفاجئ بالأميرة لينج وهي بتنادي عليه، وبتعرفه إن اللي بيعمل ده ممكن يكون خطة، وبتشرح له إن ممكن يكون باي شياو في حد اداله رشوة عشان يخليه يسحب السيف، لأن محدش يقدر يسحب السيف ده غيره. فبيسألها إذا كانت شاكة في حد معين، فبتقوله إنها على طول شاكة في ليان، وحاسة إنها من كون وو. لكن شوان بيقول لها إنها مش بتحبها عشان كده شاكة فيها، إنما في الحقيقة ليان طيبة ومفيش أي حاجة هتحصل لو سحب السيف. وبتشوف إن ليان مستخبية في مكان وبتسمع كل الكلام اللي بيقوله ده. وعلى طول بيروح شوان وبيسحب السيف من مكانه، والأرض بتفضل تتهز بيهم، وبتفتح الأوضة السرية وبتخرج الشرنقة اللي مصنوعة الجليد اللي فيها إمبراطور التنين. وساعتها بتظهر ليان وبتقول إنها أخيرا نجحت في المهمة بتاعتها، هتقدر تحرر إمبراطور التنين. فبتصدم شوان لما بيعرف إن ليان تبقى من عرق كون وو، وبيقول لها إنها كانت بتستغله طول الفترة اللي فاتت دي عشان تاخد منه البطاقة وتنفذ الخطة بتاعتها. فبتعتذر له ليان وبتقول له إنها كانت مضطرة تعمل كده وما كانش في قدامها حل تاني، وبتعرفه إنها بتأدي واجبها. لكن شوان ولينج بيهجموا عليها هما الاتنين، وبتحصل معركة قوية بين شوان ولينج ضد ليان، لكن ليان بتكون قوية جدا وبتقدر تبعدهم هما الاتنين، وبتفضل تقول لهم يبعدوا عنها لأنها مش عايزة تأذي حد فيهم. لكن الاتنين مش بيستسلموا وبيفضلوا يحاربوا فيها، وليان بتقدر تبعدهم مرة تانية. لكن في الوقت ده السيف بتاعها بيتحرك والمعلم بتاعها بيتكلم، وبيفضل يقول لها تقتل شوان. وليان بتقوله انها مش عايزه تقتله، وبتحاول انها تقاوم الصوت اللي في دماغها ده، لكن الصوت بيفضل يتكرر والمعلم بيقدر يتحكم في السيف وبيضرب بيه شوان فعلا. ولحسن الحظ ان الضربه بتيجي في كتفه ومش بتقتله. وفي نفس الوقت ده بنشوف ان تسون بيسأل شيونج اذا كان متأكد ان شوان والامير لينج كانوا هنا ولا لا، فبيقول له شيونج الحقيقة وبيعرفه ان شوان طلب منه انه يبعد سون عن الأوضة اطول فترة ممكنة. وساعتها بيتضايق سون وبيختفي عشان يوصل الغرفة السرية في اسرع وقت. وبنرجع لشوان تاني اللي بيكون مصاب وواقع على الارض، ولينج بتقول لليان انها كانت ممكن تقتل شوان بالضربة دي، وبتعرفها ان شوان اتخلى عن قدرة الشفاء الذاتي لما كانوا في الجليد الدموي عشان يحميها ويخرجها من هناك. وليان وقتها بتتصدم وبتفتكر كل التضحيات اللي عملها شوان عشانها. لكن في الوقت ده بيرجع تسون وبيهجم على ليان، وبتحصل معركة قوية بينهم هما الاتنين. لكن ليان بتقدر تبعد تسون عن الشرنقة الجليدية وتستخدم حجر القديسة السحري عشان تفتح الشرنقة. لكن تسون بيضربها والحجر بيطير من ايديها، وساعتها شوان بيرمي السيف على الحجر وبيدمره. وليان لما بتشوف الحجر بيتدمر بتتعصب وبتقول ان الحجر ده كان اخر امل لشعب كون وو، وهو دمره في لحظة واحدة. فبيقول لها شوان ان هي كانت بتأدي واجبها لما ضحكت عليه، وهو دلوقتي بيأدي واجبه كحامل للإمبراطورية. وليان بتكون منهارة وبتنزل تلم الرماد بتاع الحجر من على الأرض، وبتقول إن كده الإمبراطور مش هيتحرر أبدا. وتسون بيستغل إنها مشغولة بالحجر وبيهجم عليها وبيضربها ضربة قوية بيوقعها على الأرض. وساعتها بيتحرك عشان يخلص عليها، لكن شوان بيطلب منه إنه ما يقتلهاش، وبيقول له تسون إنها خدعتك وإنها من عرق كون وو وكانت عايزة تقتلك. وبيقرر تسون إنه ما يسمعش كلام شوان ويخلص عليها. وقبل ما يضربها الضربة الأخيرة بيجي الأمير مو وبياخدها وبيهربوا هما الاتنين قبل ما حد يشوفه. وساعتها سون بيمسك ايد شوان وبيحطها على الارض وبيعمل تعويذة عشان يحافظ على الشرنقة من غير ما تتكسر. وفي نفس الوقت ده بنشوف في المعهد ان شيانج فيه علامة بتنور في راسه، وبيقوم من مكانه وبيمشي في المعهد وبيكون شكله غريب وزي ما يكون في حد مسيطر عليه، ومش شيانج اللي بيتصرف. ولما بيقابلوا اتنين من الطلاب وهو ماشي وبيسألوه رايح فين في الوقت ده، بيتفاجئوا ان شيانج بيهجم عليهم وبيقتلهم هما الاتنين. والشخص التاني قبل ما يموت بيفضل يصرخ ويطلب مساعدة من كل اللي حواليه. وساعتها بتسمع يون الصوت وبتخرج عشان تشوف ايه اللي بيحصل بره، وبتتفاجئ ان شيانج هو اللي قتل الاتنين الطلاب، وبتكون خايفة منه جدا. وشيانج بيكون عايز يقتلها لكنه بيمسك نفسه في اخر لحظة وبيطلب منها تمشي من هنا بسرعة قبل ما يخلص عليها. وفي الوقت ده بنشوف ان شيانج الحقيقي محبوس في مكان جليدي وبيتكلم مع واحد وبيسأله انت مين وبتعمل ايه في جسمي.
فبيقول له إنه روح إمبراطور التنين، وبيعرفه إنه دخل في جسمه من 10 سنين ساعة الحرب ومن وقتها وهو عايش جواه، لكن دلوقتي جه الوقت اللي لازم يخرج ويتحكم فيه. وبيحبس شيانج في المكان الجليدي ده عشان يقدر يتحكم في جسمه ويعمل اللي هو عايزه. وفي الوقت ده بيخرج تسون والأمير لينج وشوان من الغرفة السرية، وبيتفاجئوا إن في ضحايا كتير ماتوا ومحدش عارف مين اللي قتلهم، وكلهم من الطلاب أو السكان المحليين. والناس كلها بتقول إن أكيد ليان هي اللي عملت فيهم كده لأنها من عرق كون وو وعايزة تنتقم منهم. وشوان بيفضل يقول أنا السبب في كل اللي بيحصل ده، ولو ما كانتش خدعتني ما كانش زماني في حد مات، وبيفضل يقول كده لحد لما يغمى عليه. وفي نفس الوقت بنشوف الأمير مو وهو في العربية بتاعته ومعاه ليان، وبيحاولوا يهربوا هما الاتنين من المدينة، لكن تسون بيكون ادى تعليمات إن مفيش حد يخرج أو يدخل من المدينة لحد لما يمسكوا ليان ويخلصوا عليها. فبيقول مو إنهم مش هينفع يشتبكوا مع الحراس لأن ليان مصابة دلوقتي، ولو اشتبكوا هي ممكن تتأذي. وبيطلب من باتو المساعد بتاعه إنه يرجع بالعربية عشان يدوروا على أي مكان يستخبوا فيه. وفعلا بيروحوا مكان يستخبوا، وهناك ليان بتشكر بو مرة تانية على كل اللي بيعمله معاها لحد دلوقتي، وبتقول له إنها عايزة تطلب منه طلب وبتتمنى لو يقدر يساعدها، وبتديله الرماد بتاع الحجر، وبتقول له إنها شافته في أول مرة تقابله فيها وهو بيصلح سقف العربية بتاعته. فبتقول له إنها عايزاه يصلح الحجر ويرجعه زي الأول. فبيقول لها مو إن أساس الحجر ده هو القوة الروحية اللي موجودة عند عرق كون وو، والطاقة اللي فيه كانت تقدر تخرج إمبراطور التنين، لكن لو هو رجع الحجر فهيكون مجرد حجر عادي مفيش فيه أي طاقة، وبكده هيكون ملوش لازمة. لكنه بيعرفها إنها لو عايزة تحرر إمبراطور التنين فهو عنده الطريقة اللي يقدر يساعدها بيها. ولما بيخرج مو بيقف بره، بيروح باتو المساعد بتاعه بيقول له ان الطريقه اللي هو يقصدها دي لازم يتجوز بيها ليان. فبيقول له مو ان حتى لو ليان ما وافقتش على الجواز منه فهو خلاص وعدها انه هيساعدها ولازم يوفي بوعده. فبيقول له باتو بس الطريقه دي هتخليك تموت بسرعه، وساعتها بيقول له مو ان ده مش مهم، وبيعرفه ان مملكه شا عايشه في ظلم بسبب تسون وبسبب الامبراطور الحالي للمملكه، ولو عرق كون وو رجعوا لقوتهم تاني وامبراطور التنين اتحرر ساعتها مملكة شاه هترجع قوية زي زمان ومحدش هيقدر عليها. وبيعرفوا انه قرر يضحي عشان مصلحة المملكة. والناحية التانية بنشوف عدد كبير من الحراس بيتحركوا على المعهد وبيكونوا رايحين يقبضوا على شوان، وكل أصدقائه بيكون مستغربين هم ليه جايين يقبضوا على شوان. فبيقول لهم قائد الحرس إن الإمبراطور طلع مرسوم رسمي إن شوان مذنب في حق البشرية، وسمح لواحدة من عرق كون وو إنها تضحك عليه وتدخل الغرفة السرية، عشان كده لازم يتقدم للمحاكمة. وساعتها لينج بتحاول تتقدم وتمنعهم، لكن شوان بيطلع وبيقول لهم إنه هيجي معاهم وإنه مستعد يتحمل المسؤولية. وفعلا بيتحركوا على القصر، وهناك الإمبراطور بيقول لشوان إنه مذنب ويستحق العقاب، وبيسأله تفتكر إيه نوع العقاب اللي تستحقه. فبيتكلم ولي العهد وبيقول إن شوان يستحق إنه يتعدم لأنه خان البشر واتفق مع عرق كون وو. فبترد الأميرة لينج وبتقول الإمبراطور إن ولي العهد بيكره شوان وفي بينهم مشاكل هما الاتنين من زمان، عشان كده عايز يطبق عليه عقوبة الإعدام. وبتعرفوا إن ليان كانت شاطرة وذكية وقدرت تخدع كل اللي في المعهد حتى المدرسين نفسهم بتوع المعهد. ووالد شوان هو كمان بيتكلم وبيقول الإمبراطور إنه مخلص ليه وإنه جنرال مهم في الجيش بتاعه، وكمان شوان قدم حاجات كتير للمملكة وعمره ما فكر إنه يخون أو يعمل حاجة تضر مصلحة المملكة، وبيطلب منه إنه يسامحه. لكن الإمبراطور في الوقت ده بيقول لهم إن أي حد هيدافع عن شوان تاني هياخد نفس الجزاء بتاعه. ولما بيسكتوا كلهم بيقول الإمبراطور إنه حكم على شوان بالإعدام على اللي عمله عشان يكون عبرة لأي حد يفكر يخون البشر تاني. وشوان بيمشي معاهم وهو مستسلم من غير ما يقول أي حاجة، لكن ساعتها بيتحرك والده وبيقول للإمبراطور إن الحكماء زمان قالوا إن لما أولادنا يغلطوا يبقى الغلط من الأب والأم، وأنا قصرت كتير في التعامل مع شوان عشان كده طلع شخصيته عنيدة ومتهور. وبيقول للإمبراطور أنا اللي غلطان وأستحق العقاب، لكن الإمبراطور بيقول له إنه ما عملش حاجة وشوان هو اللي غلطان. وساعتها والده بيقول إن هو اللي يستحق العقاب ولازم يكفر عن الذنب اللي عمله ده، ويسحب سيف من واحد من الحراس وبيموت نفسه. ولما شوان بيشوف اللي حصل بيجري على والده بسرعة وبيفضل يعيط ويعتذر له. وساعتها بيخرج طاقة كبيرة جدا من شوان وبيطير، وكل الحراس بيكونوا خايفين منه وخايفين انه يأذي الامبراطور، وكلهم بيرجعوا لورا لحد لما بيوصل تسون وبيقدر انه يسيطر على شوان.
فبيقع على الأرض وبيغمى عليه، وبيروح يتكلم مع الإمبراطور وبيقول له إن ليان دخلت من المدينة من البداية بسبب تقصيري أنا والحراس بتوعي والمراية السحرية. عشان كده بيقول الإمبراطور إنه لو عاوز يعاقب حد ممكن يعاقبه هو، إنما شوان مهم في المرحلة اللي جاية عشان لو اتسرب خبر إن حامي المملكة اتعدم بتهمة الخيانة فالناس كلها هتخاف وهتحصل حالة فوضى. وفعلا الإمبراطور بيوافق على كلامه وبيقرر إنه يحبس شوان في زنزانة لحد لما يشوف هيعمل معاه إيه. بعدها بنشوف شوان وهو في السجن والحراس بيفضلوا يتريقوا عليه وبيقولوا إن حامل الإمبراطورية دلوقتي مسجون، لكن لينج بتروح هي والمساعد بتاعها وبتأمر الحراس إن محدش فيهم يضايق شوان، وبتقول له إنها هتحاول تقنع الإمبراطور إنه يخرجه من السجن ده، وبتطلب منه يحاول يتجاوز مرحلة الحزن دي عشان عندهم حاجات كتير الفترة اللي جاية. وبعد شوية بتروح لينج تتكلم مع الإمبراطور وبتقول له إنها عايزة تخرج في مهمة رسمية هي وشوان عشان يقبضوا على ليان، خصوصا ان الحراس كلهم اكدوا انها ما خرجتش من باب المدينه لحد دلوقتي واكيد هي مستخبيه في اي مكان، وبتعرفوا ان شوان هو الوحيد اللي هيقدر يساعدها في الموضوع ده. والامبراطور بيقول لها انه موافق وتقدر تخرج شوان في اي وقت، وبنشوف ان الخبر بيتسرب لولي العهد وواحد من المساعدين بتوعه بيروح يقول له على اللي حصل بين لينج والامبراطور، وعلى طول بتروح لينج وبتعرف شوان باللي حصل بينهم وبين الامبراطور وانه اخيرا وافق انه يخرج من هنا، وبتقول له انه طول ما هو في حالة الحزن دي مش هيقدر يعمل حاجة، وفعلا بتقدر تقنع شوان انه يتخلى عن حالة الحزن، وبيخرجوا هما الاتنين وبيروحوا عشان شوان يقعد قدام رماد والده. وفي الوقت ده بيجي واحد من المساعدين بتوع والد شوان وبيجيب لهم اللوحات اللي كانت عنده، ولينج بتقلب في اللوحات دي وبتشوف صورة لوالدة شيان وبتعرف انها من عرق كون وو، لكنها بتحتفظ بالصورة معاها ومش بترضى توريها لشوان في الوقت الحالي. والناحية التانية بنشوف ليان وهي في المكان اللي مستخبية فيه مع مو، وباتو بيقول لهم انه عرف ان المدينة كلها بتدور على ليان وبتقول ان هي اللي عملت كده في الطلاب وهي اللي قتلت المدنيين، لكن ليان بتقول انها ما عملتش حاجة وما تعرفش مين اللي عمل كده. فبيقول لها مو ان ممكن في حد عمل كده وعايز التهمة ترتبط بعرق كون وو، والاتنين بيفضلوا يفكروا مين ممكن يعمل كده. ولحد هنا بتخلص أحداث الجزء الثالث. استنوا الحلقة الأخيرة من المسلسل وما تنسوش تفعلوا الجرس وتعملوا اشتراك عشان توصل لكم كل الفيديوهات الجديدة.